باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده في قريه بهجوره تابعه لمركز نجا حمادي محافظه جنة، تحت رعايه اسقفنا المحبوب الحبر الجليل الانبا بضابه. نشكر ربنا هنا في بهجوره عندنا 4 كنايس. الكنيسه اللي احنا فيها النهارده كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس والانبا بولا، وفي كنيسه ماري جرجس الكبرى، ثم كنيسة العذراء القديسة مريم، وبتتميز ان فيها جسد قديس بهجورة الشماس المكرس عباس جرجس الملقب بالغالي، وايضا كنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين. كنيسة ماري جرجس والانبا بولا انشأها سنة 1942 المرحوم الخواجة كامل جرجس تكلة، أنشأها لعائلته، وكان اسمها ماري جرجس الخصوصية لأنه كان بيصلي فيها هو وأسرته ومن يدعوه للصلاة. وأنشأها في الحديقة الملحقة بالقصر اللي كان بيسكن فيه هو وأسرته، وأوقف على الكنيسة بعض الأراضي علشان للصرف على الكنيسة. في عام 1980 في عهد سيدنا مثلث الرحمات الحبر جليل الأنبا كيرلس ربنا ينيح نفسه، اشترى القصر والحديقة سنة 1980، وتم توسيع الكنيسة سنة 1992. تم تجديد المذبح مرة تانية في 6 ديسمبر سنة 2020. الكنيسة مبنية على شكل سفينة أو على شكل فلك، ودي أحد الأشكال اللي بتتبني عليها الكنيسة. فكنيستنا هنا مبنية على شكل سفينة أو فلك، والمعنى الروحي إن زي ما كان فلك نوح سبب لنجاة نوح وأسرته، وزي ما قال معلمنا بطرس كانوا 8 أنفس، هكذا الكنيسة هي فلك النجاة، وهي اللي بتقودنا وسط أمواج بحر هذا العالم الزائل إلى ميناء الخلاص. وزي ما كان الفلك سبب لنجاة نوح وأسرته، هكذا الكنيسة زي ما قال القديس أغناطيوس الأنطاكي لا خلاص خارج الكنيسة. وزي ما ربنا يسوع صنع الخلاص على عود الصليب، أعطانا أن نتمتع بهذا الخلاص من خلال أسرار الكنيسة. واحد القديسين قال عبارة حلوة، قال لا يمكن أن يكون المسيح أبا لمن ليست الكنيسة له أما، فلا حياة روحية حقيقية إلا من خلال الكنيسة. الكنيسة فيها مجموعة أيقونات ما بين الفن القبطي والفن البيزنطي، وفي أيقونات بتمثل الأعياد السيدية الكبرى. احنا عندنا في كنيستنا 14 عيد سيدي، 7 أعياد سيدية كبرى، ودي أعياد تمس خلاصنا مباشرة، و7 أعياد سيدية صغرى. في الكنيسة في أيقونات بتمثل الأعياد السيدية الكبرى، أيقونة بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم، أيقونة الميلاد، أيقونة دخول السيد المسيح إلى أورشليم، أيقونة القيامة المجيدة، أيقونة الصعود، أيقونة حلول الروح القدس على التلاميذ. في أيقونات في الفن القبطي الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس، والشهيد العظيم ماري جرجس، والشهيدة العفيفة دميانة، والشهيد العظيم أبس خيرون الجليني.
تم إضافة مسبح آخر للكنيسة باسم الشهيد العظيم أبو سفين، وتم تدشينه بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم في المحرق. ودشنوا أثناء تواجد اللجنة البابوية المكلفة من قبل قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بالإشراف على الأبروشية في أثناء مرض وبعد نياحة سيدنا مثلث الرحمات الأنبا كيرلس. وكان يوم تدشين المسبح يوم مفرح لكل الشعب، لأنه أضاف شهيد وشفيع جديد للكنيسة. ويوجد في مسبح الشهيد أبو سفين صورة الشرقية أو حضن الآب، وفيها صورة السيد المسيح له المجد جالس على عرشه، وحول العرش زي ما هو موجود في سفر الرؤيا الإصحاح 4 الأربع الأحياء غير المتجسدين أو المخلوقات الحية. الأول شبه أسد، والثاني شبه ثور، والثالث شبه إنسان، والرابع شبه عقاب أو نسر. وقال عنهم سفر الرؤيا كده: لكل واحد 6 أجنحة حوله، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا، أي يعني بلا توقف أو باستمرار إلى الأبد، قائلين: قدوس 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 أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وأيضا حول العرش 24 قسيسا، زي ما بنقول، زي ما هو موجود في سفر الرؤيا، وزي ما بنقول في قسمة القداس الإلهي: 24 قسيسا جلوس على كراسيهم، 24 إكليل ذهب على رؤوسهم، و24 جامة من ذهب في أيديهم، مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين، ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين. ونشوف في الصورة فعلا زي ما جاء سفر الرؤيا: يطرحون تيجانهم، ودي تعبير على أن الله وحده هو صاحب الملك. وتسبحتهم زي ما هي موجودة في سفر الرؤيا يقولون: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يوجد أيضا في كنيسة مارجيدس والأنبا بولا كنيسة أخرى في مبنى الضيافة باسم القديس أباهور البهجوري. وفي عهد سيدنا مثلث الرحمات الأنبا كيرلس تم تدشين المسبح باسم العذراء مريم والقديس أباهور البهجوري يوم الثلاث الموافق 26 أغسطس سنة 2008. والقديس أباهور البهجوري طبعا اتولد في بهجورة من أبوين مسيحيين تقيين، وعلماه علوم الكنيسة وعيشوه في الحياة الكنسية، فمن صغره اشتاق لحياة الرهبنة، واترهبن في برية شهيت على يد قديس وشيخ وقور اسمه القديس غلينيكوس. عاش حياة الصلاة الدائمة وصار سيرة فاضلة. وبعد نياحة القديس غلينيكوس ظهر له ملاك الرب وأمره أنه يروح جبل العمود، وجبل العمود اللي هو جبل سوادة اللي هو شرق المنيا، وهناك يوجد إلى الآن دير القديس أباهور منحوت في الصخر في الجبل. هناك صار أب مرشد لرهبان كثيرين وتلمذ على يديه كثيرين. وطبعا لما أكمل جهاده تنيح بشيخوخة صالحة ودفن بإكرام جزيل، ويوجد جسده هناك في تحت المسبح في الكنيسة الموجودة في ديره في سوادة. الكنيسة بتحتفل بنياحة القديس أباهور البهجوري
يوم 3 بقونة، وده موافق تقريبا 12 أو 13 شهر يونيو. في الكنيسة يوجد أيقونات من الفن القبطي، ودي تم إحضارها من دير المحرج. ويوجد أيضا حامل الأيقونات صورة للرب يسوع، وعن يمينه الملكة العذراء مريم، بجوار الملكة صورة للملاك الجليل ميخائيل. ويوجد يسار السيد المسيح صورة للقديس يوحنا المعمدان.